يا مساء الفل على عيونكم، مساء الجمال. معاكم قناة أكلة وقصة، والنهاردة جاية لكم ب7 أفكار لللانش بوكس سهلة وسريعة جدا. هنعمل أول حاجة الفول بالصدوق، وكمان هنعمل سندوتشات الجبنة المقلية بكل تفاصيلها، وكمان هنعمل مع بعض سندوتشات الصدوق الشرقي، وهنعمل كمان سندوتشات الكبدة. حاجة كده سهلة وبسيطة وهننعش أولادنا. وسندوتشات الصدوق على الجريل او الصدوق المشوي. هقول لكم على كل التفاصيل دي. سندوتشات كمان الكبده سهله وبسيطه وسريعه وجميله جدا، كل حاجه منجزه كده وتنفع لاولادنا، حاجه صحيه. وكمان هنعمل الناجتس اللي اولادنا بيتجننوا عليه. واخر حاجه بقى هنعملها مع بعض سندوتشات البرجر الشقيه اللي بيحبوا يجيبوها من بره، هنعملها في البيت بطريقه سهله وبسيطه، والطعم خطير خطير. جربوها ان شاء الله وهتعجبكم. اول حاجه هنبدا مع بعض بقى ايه في سندوتشات الفول بالصدوق. في طاسة بقى احط فيها شوية من الزيت، وهنزل بقى ايه بقطع الصدوق دول، حوالي 3 صوابع من الصدوق بالظبط. قطعتهم قطع صغيرة مربعات، يعني اقل من ربع كيلو. يعني تقدري تعملي الوصفة دي بشوية صدوق صغننين عندك. نزلت عليهم ببصلاية كبيرة مقطعة مربعات صغيرة، قرن فلفل حامي، فصين توم، رشة من الملح، رشة من الفلفل الأسود. شايفين مكونات سهلة وبسيطة جدا، مفيش أبسط من كده. ويدوبك واخداهم تشويحة بسيطة خالص، ونزلت عليهم كمان بطماطميتين متوسطين الحجم. وبعد كده نزلت عليهم بعد ما استوى الصدوق معايا كويس قوي واخد من التتبيلة دي بكيس من الفول، اللي هو الكيس اللي ب5 جنيه. حطيته عليهم وسبته يتسبك معاهم. ممكن كمان لو عندك صلصة تحطي معلقة من الصلصة عليها ويطلع حلو قوي. وتحشيها بقى في سندوتشات، تعمليها في فطار الصبح، تعمليها في عشاء سريع، مفيش ابسط من كده. جيبي اللانش بوكس بتاعتك بقى وتحطي السندوتشات بتاعك واي كيس نايسي وشويه من الخيار جنبها، وبالف هنا وشفا. نيجي بقى للوصفة التانية اللي هنعملها مع بعض، الجبنة المقلية. معايا هنا قطعة من الجبنة الشيدر، طبق فيه دقيق، وطبق فيه بيض حطيت عليه شوية من اللبن، وطبق فيه بقسماط. هبدأ بقى أبهر الدقيق والبقسماط. حطيت بقى هنا نص معلقة صغيرة من الملح، نص ربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. حطيت بقى هنا ايه نص معلقة من البصل البودر، نص معلقة من الثوم البودر، لو عندك بابريكا ممكن تحطي، لو حابة بهارات مشكلة زي ما انت عايزة. انا بحط الاول في الدقيق وبعدين في البيض والبقسماط، كأنك بتعملي بانيه بالظبط. هنجهز الجبنة المقلية من اولها لاخرها في البيت زي ما انتم شايفين كده. بعملها بطريقة سهلة وبسيطة. ممكن الأول تنزلي جبنة الشيدر في البيض الأول، وبعدين توديها في الدقيق، وبعدين ترجعي تنزليها في البيض وتعمليها في البقسماط. وده بيخلي الطبقة بتاعة الجبنة المقلية أسمك وأكبر شوية لو انت حابة تكبري الحجم. لكن أنا حابة أعملها بسيطة كده بشوية من الدقيق والبيض والبقسماط. ودي الكمية بتاعتي، هدخلها الفريزر ساعتين زمن، وبعد كده هبدأ أقليها في زيت سخن يكون غزير زي ما انتم شايفين كده. ما بتاخدش دقيقتين على النار وهتطلعيها أحلى جبنة. ممكن تستخدمي جبنة شيدر، ممكن تستخدمي جبنة تركي متقطعة مربعات، ممكن تستخدمي جبنة موتزاريلا، أي نوع جبنة انتي بتحبيها. زي ما انتم شايفين كده بتطلع لونها ذهبي وجميلة، والجبنة مفرقعتش منها لأن الطبقة بتاعتنا مغلفاها كويس قوي. يلا بينا بقى نعمل السندوتشات بتاعتنا. عيش فينو بقى عندك وشرايح خيار، وهنحط بقى الجبنة ومعاها كمان شرايح طماطم وشوية بقى من الكاتشب والمايونيز. دلعي بقى أولادك ودلعي نفسك، يعني دلعي لهم السندوتشات كده وبعملها لهم زي اللي بره عشان يحبوها. زي ما انتم شايفين كده هنبدأ نحطها في اللانش بوكس، واي صنف حلويات عندك، وشويه من الخس الكابوتشي مع العصير بتاعنا، وبألف هنا وشفا. ودي تاني فكره من افكار اللانش بوكس. تالت فكره هنعمل مع بعض بقى ايه الصدوق الشرقي بطريقه سهله وبسيطه جدا. على النار في طاسه حطيت شويه من السمنه، ونزلت عليها ببصلايه كبيره، ونزلت عليها بشويه من الصدوق مقطعه مربعات صغيره. عايزه اقول لكم دول اقل حتى من ربع كيلو. ونزلت عليها بقى بقرن فلفل حامي. مهم قوي بقى في الصدوق الشرقي الفلفل الحامي، بيديها طعم وريحه وشكل جميل قوي. وفلفل رومي بقى لو انت حابه تعمليه لاولادك بس ما بيحبوش السبايسي، ممكن تستغني عن الفلفل الحامي. حطيت بقى نص معلقه صغيره من الملح، ربع معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ويا دوبك بصل بودر لو عندك، لو مش عايزة ممكن تستغني عنه، وطماطمايه مقاسها متوسط كده
وبدأت أقلب الصدوق كويس قوي لحد ما استوى معايا على النار، وبس كده وهنبدأ نحشيه في السندوتشات بتاعتنا. وتعالوا نجهز مع بعض أحلى لانش بوكس. طبعا انتي تقدري تستخدمي العيش الكايزر، العيش الفينو، العيش البيتي بان، ممكن تستخدمي العيش التورتيلا، ممكن تستخدمي كمان العيش العربي زي ما تحبي. وده نوع بسكوت كب كيك كده كنا عاملينه في القناة، تقدروا ترجعوا لي احطه لكم فوق، هيظهر لكم في القناة. وعصير وبونبوني كده دلعي اولادك وبس كده. ودي كانت الفكرة بتاعتنا. يلا نشوف بعد كده هنعمل بقى ايه الصدوق على الجريل. رابع فكرة معانا، انا هعمل اول حاجة صوص الطحينة بتاعنا. بحط شوية من الطحينة، رشة من الملح، رشة من الفلفل الاسود، معلقة صغيرة من الزيت، معلقة صغيرة من الخل. وهبدأ أنزل عليهم بربع كوباية من المية وابدأ اقلبها كويس قوي. طبعا الطحينة حطي المية زي ما انتي عايزة، مهم القوام تكوني انتي مبسوطة بيه. انا بحبها قوامها لا هو تقيل قوي ولا هو خفيف قوي. بعد كده زي ما انتم شايفين كده جبت طاسة وحطيت فيها الصدوق بتاعي، رشة من الملح ورشة من الفلفل الاسود وحوالي ربع كوباية من المية. وهبدأ أحطها على نار على نار عالية. وبعد كده هبدأ أخلي النار على نار متوسطة، بغطي الطاسة وأسيبها لحد ما تتشرب المية خالص. بعد ما اتشربت المية هتلاقيها نزلت الدهون بتاعتها، بقلبها تقلبتين في الدهون دي. وبعد كده بطفي عليها النار. السندوتشات بقى بتاعتنا شرايح خيار وشرايح طماطم، وابدأ احط الصدوق في النص وعليها شوية من الطحينة وبس كده. وده ال تقدروا بقى ترصوها مع شوية من الجزر والعصير بتاعنا والنايتي أو البسكوت بتاعنا، وبألف هنا وشفا. نعمل بقى الكبدة الاسكندراني بطريقة سهلة وبسيطة. معايا راس تومة، معلقتين من الملح، معلقة من الفلفل الأسود، وأبدأ أدقهم كويس قوي في الهون. وفي طاسة أحط بقى معلقة كبيرة من السمنة، هنزل عليها بالكبدة، وتكون النار على أعلى حاجة لحد ما الكبدة تغير لونها. أول ما الكبدة تغير لونها هنزل عليها بالخلطة اللي احنا عملناها بتاعت الثوم والملح والفلفل الأسود. لو حابة تحطي كمون مفيش أي مشكلة خالص. بعد كده هقلبها تقليبتين، كل ده على نار عالية علشان خاطر الكبدة ما تنزلش المية بتاعتها وتستوي معانا بسرعة. هي متاخدش 10 دقايق ربع ساعة على النار بالظبط. نزلت عليها بقرن فلفل رومي، ممكن لو حابين الأكل سبايسي تنزلوا عليها بفلفل حامي. وبس كده لحد ما استوت. أول ما استوت نزلت عليها بمعلقة من الخل، ودي اختياري، لو حابين تعصروا ليمون بعد ما تخلط بيكون أفضل. وقفلت النار. بعد كده بقى حشيتها في السندوتشات بتاعتنا. والسندوتش حطيت عليه شوية من الطحينة وشوية من الكبدة، وطبعا بقى معانا عصير ليمونة. ممكن نحط لأولادنا قرون فلفل كده والليمون لو هما بيحبوا عشان ياكلوها زي ما بياكلوها في الشارع، ونقدمها مع عصير وبسكوت وبألف هنا وشفا. نشوف بقى الوصفة الستة بتاعتنا. هنعمل الناجتس بطريقة سهلة وبسيطة. أنا جايبة الناجتس جاهز زي ما انتم شايفين كده. هعمل له بس صوص جميل، هو الصوص بتاع البيك تيستي أو الصوص اللي بنعمله مع البرجر. شوية من الكاتشب على شوية من المايونيز على شوية من المستردة، حطيتهم على جنب مع بعض وركنتهم. وبدأت أجيب الزيت غزير، قليت فيه الناجتس بتاعي، ما بياخدش 3 دقايق. عايزة أقول لكم الأولاد بيتهبلوا بالسندوتش ده. بتجيبي أي نوع عيش فينو، عيش باجيت، عيش بيتي بان. وبعد كده بحط أول حاجة الخس كابوتشي، وبعد كده شرايح من الطماطم والقطع بتاعة الناجتس. وببدأ أحط شوية من الصوص بقفل السندوتش بتاعنا. شكله جميل جدا، ممكن نقدمه مع المنين بتاع العجوة برضو عملناه في القناة، تقدروا ترجعوا له. شوية من شرايح الخيار مع العصير، حاجة سهلة وبسيطة جدا. نعمل بقى سابع فكرة معانا، وهي الهمبرجر أو وصفة البرجر السهل السريع. هنعمله في البيت كده. اول حاجه هنكون معانا بقى الصوص بتاعنا عباره عن كاتشب ومايونيز ومستردة. تقدروا تحطوا كده معالق متساويه. لو عندك بقى خيار مخلل حطي قطع صغيره كده بيدي طعم حلو قوي. في طاسه بقى على النار هجيب بصلايه متوسطه الحجم، واكون حاطه معلقه من السمنه وابدا اشوحها على النار. واحط بقى إيه نص معلقه صغيره من الملح عليها، وافضل اقلب فيها لحد ما البصل يدبل معانا. اول ما البصل يدبل معانا هنزل بمعلقه كبيره من الخل وهطفي النار، واقلبه تقليبه خفيفه كده معاه لحد ما يشرب الخل. وهركن البصل ده على جنب. في
في نفس الطاسة بقى احط شوية من السمنة، وابدأ احط البرجر على نار متوسطة لحد ما ياخد لون من الجنبين، ونبدأ نجهز بقى السندوتش بتاعنا. شايفين كده البرجر معايا استوى وبقى جاهز. يلا بينا نعمل السندوتش بتاعنا. معانا عيش كايزر، هنحط اول حاجة الصوص اللي احنا مجهزينه، معانا شوية من الخس كابوتشي، حبة بقى من البصل اللي احنا كرملناه، وطبعا بقى قطعة البرجر، ومعاها شريحتين من الطماطم، شريحتين من الخيار، وشوية من الصوص. وكمان هنحط معاها علبة عصير أي نوع بسكوت أو نايتي ولادكم بيحبوه، وهقدم معاه شرايح من الطماطم والخيار.